قضية النهاردة من أبشع القضايا اللي مستحيل تكون سمعت زيها. قضية النهاردة حصلت في نهار رمضان، وتحديدا يوم 6/3/2025، يعني لسه من كام يوم، وتحديدا بقى كمان يوم الخميس. المفروض ان الشياطين محبوسين في شهر رمضان، يعني البني آدم يعمل خير ويعمل كويس كده لأن مفيش شيطان، بس فعليا بقى في ناس أسوأ من الشياطين، والدليل على كده الجريمة اللي هحكيها لكم النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشرقية في مدينة العاشر من رمضان، تحديدا في سوق اسمه ابن بيتك، في شارع اسمه عبده حنفية. ست بسيطة هناك بتبيع خضار، بتفرش الفرش بتاعها كل يوم خميس في السوق ده. بتفرش جنب جامع هناك اسمه جامع الرحمن. جامع الرحمن ده الحمامات بتاعته مش جوه الجامع، منفصلة شوية عن الجامع، علشان كل الناس اللي في السوق اللي عايز يروح الحمام ما يضطرش يدخل الجامع عشان يروح الحمام. يعني مش لازم تدخل المسجد عشان تروح الحمام، ليها باب منفصل، وطبعا في حمامات نسائي وحمامات رجالي. فالست اللي اسمها ام محمد البسيطه اللي بقول لكم عليها، الست الفقيره اللي فرشه عشان تجيب قوت يومها، لانها اصلا منفصله عن جوزها، وجوزها راميها بعيالها، وعندها 5 ابناء، ابنها الكبير توفى وعندها 4 بنات. هي المسؤولة عنهم وبتشتغل وتصرف عليهم، وشغلتها زي ما قلت لكم ان هي بتفرش بشوية خضار بسيط كده تبيعهم في السوق كل يوم خميس في سوق ابن بيتك. ام محمد دي من ضمن بناتها بنت اسمها روناء، عندها 8 سنين، في 3 ابتدائي لسه. في يوم الخميس ده قالت لوالدتها ان هي ما تروحش المدرسة وتروح معاها السوق تلعب، يعني لسه طفلة عندها 8 سنين. فوالدتها وافقت وخدتها معاها السوق، اللي هو كان يوم الخميس يوم 6/3. فالساعة 11 الصبح البنت دي قالت لوالدتها ان هي عايزه تروح الحمام، فوالدتها خافت تسيب الفرش لوحده لحد يسرقه، فشاورت لها على الحمامات بتاعه المسجد وقالت لها الباب قريب، روحي ادخلي الحمام. فالبنت طبعا راحت عشان تروح الحمام. ففي الوقت ده الحمامات الحريمي كانت مقفولة، فالبنت طبعا بصت على الباب المفتوح اللي هو كان حمامات الرجالي، فبصت على الباب المفتوح ودخلت الحمام. علشان اول ما روناء تدخل الحمام في واحد يدخل وراها الحمام ويقول لها ان اتكلمتي انا هذبحك وهخلص عليكي، وحط ايده على بقها وقال لها ما تتكلميش خالص، لو اتكلمتي ولا طلعتي صوت انا هذبحك. وكمان قلعها ملابسها السفليه ونيمها على الارض على بطنها واعتدى عليها. طبعا انا بكلمكم على روناء اللي عندها 8 سنين. ولما الشخص ده خلص اعتداء عليها قال لها اطلعي وما تطلعيش صوت خالص، ولو قلتي لحد على اللي حصل انا هذبحك وهخلص عليكي. فالبنت طبعا كانت خارجه من الحمام منهاره وما هيش فاهمه حاجه، فشافت 2 ستات قابلوها كانوا برضو رايحين الحمام، لقوا باب الحمام بتاع الحريمي مقفول، فراحوا الحمامات التانية اللي هي الرجالي. اول ما شافت الاتنين الستات دي راحت لواحده فيهم وهي منهاره وعماله تبكي وتصرخ طبعا، وطبعا كان عندها نزيف. فطبعا الستات دي لما شافوها اتخضوا وقالوا لها مالك، قالت لهم ان في واحد عورني. طبعا دي طفله ما هيش عارفه حاجه، وبدات تحكي للستات دول على اللي حصل بس على السريع يعني. فقالوا لها مين الشخص اللي عمل فيكي كده؟ شاورت عليه، كان وقتها خارج من الحمام. طبعا الباشا طلعها من الحمام واتأخر هو في الحمام علشان كان بيلبس هدومه وبيظبط هدومه، وفي نفس الوقت ده الحريم قعدوا يصرخوا عشان الناس تتلم لما شافوا منظر البنت طبعا، وشافوا الشخص خارج من الحمام. فكان في بياع في السوق ده في الوقت ده كان برضه داخل الحمام، فقالوا له ان الراجل ده اعتدى على البنت دي. فبسرعة الراجل ده مسكوه وطلعوا الشارع ومسكوه ادوه علقة محترمة. يمكن معظمنا شاف الفيديوهات اللي موجودة على السوشيال ميديا وهم الناس بيضربوه في السوق، وطبعا يستاهل. المهم في الوقت ده قالوا لها انت فين مامتك؟ فشاورت على مامتها اللي موجودة طبعا على الفرش وما هيش عارفة حاجة وما هيش عارفة اللي حصل لبنتها. وبسرعة مجموعة من الناس خدوا والدتها وراحوا بسرعة المستشفى عشان يلحقوا البنت اللي عندها نزيف، وكمان عشان البنت كانت عمالة تصرخ من شدة الألم وما بتسكتش.
وفي نفس الوقت برضو مجموعة من الناس اتصلوا بالشرطة، فالشرطة جت وخدته. والصورة المنتشرة يعني على السوشيال ميديا ان الشخص اللي اعتدى عليها اسمه اصلا خير وعنده 38 سنة، وهو مرمي واقع في الشارع طبعا من كتر ضرب الناس فيه. في واحدة حاطة ايديها على صدره، والناس كلها قالوا ان دي تبقى والدة الطفلة روناء، بس ده لا، هي ده والدته هو. وطبعا حاطه ايديها على صدر ابنها بتشوفه عايش ولا مات، وعشان كمان تدافع عنه. طبعا ابنها حقير وتربية زبالة، بس في نفس الوقت يعني دي ام وده ابنها، فطبيعي ان هي هتبقى خايفة عليه، فكانت بتدافع عنه بتحوش الناس عنه عشان ما يضربوش. ونتكلم بقى عن خيري واقول لكم مين خيري ده. خيري ده شخص عنده 38 سنة، متجوز وهو لسه عنده 18 سنة، وعنده بنت وولد. ابنه عنده 15 سنة وبنته عندها 17 سنة. والدته اللي انتوا شايفينها قدامكم في الصورة دي اللي قاعدة جنبه اللي لابسة خمار دي، والدته دي عندها فرش برضه في السوق بتاع ابن بيتك. الفرش بتاعها بتبيع عليه فاكهة، وابنها خيري ده بيجي دايما يساعد والدته وبيبيع معاها على الفرش بتاعها، او والدته مش موجودة هو بيتولى الامر وبيبيع لوحده على الفرش بتاع اصلا والدته. وخيري بقى الشرطة تيجي وتاخده في اسم الشرطة وتبدأ تحقق معاه، فخيري يعترف على طول ويقول ان هو فعلا اللي عمل كده في الطفلة روناء. ومبررات خيري الحقير ده على فعلته دي قال ايه بقى؟ قال ان هو في اليوم ده صحى الساعة 10 الصبح، فطلب من مراته إقامة علاقة حميمة، بس مراته رفضت لأن في الوقت ده كان في نهار رمضان. فمراته رفضت وقالت له لا احنا بالنهار وما ينفعش. المهم حاول ياخد مراته بالعافية، فمراته اتخانقت معاه ورفضت ان يحصل بينهم كده في نهار رمضان. فخيري بقى يقول ان هو نزل السوق مقرر ان اي واحدة يشوفها هيعمل فيها كده، وراح السوق بقى جنب والدته على الفرش جنب والدته عشان يشوف مين اللي هيعمل فيها كده. فشاف البنت روناء جنب والدتها على الفرش بتاع والدتها، فطبعا قعد يقول ان هو قعد يترقبها كده ويتابعها عشان يشوف هيعمل فيها كده امتى، لحد ما انتهت فرصة ان البنت داخلة الحمام وراح وراها الحمامات، وبعد كده اعتدى عليها زي ما قلت لكم. ويكمل خيري بقى كلامه ويقول ايه؟ ويقول ان هو المفروض ما يتحبسش لوحده، لازم مراته تتحبس معاه لو هيحبسوه، لان مراته هي السبب، مراته اللي رفضت اقامة علاقة حميمة معاه في نهار رمضان، يعني بجح كمان. ويطلع بقى تقرير الطب الشرعي اللي كشف على روناء ويقول ان فعلا البنت تم الاعتداء عليها، وان البنت حصل لها شرخ في الدبر، وده سبب النزيف اللي عندها مع عدم فقد عذريتها. ده بالنسبة للحالة الصحية لروناء. أما نيجي بقى للحالة النفسية بتاعت البنت دي، الحالة النفسية بتاعتها متدمرة تماما، مش عايزة تسيب والدتها وخايفة من كل الناس اللي حواليها، ودايما حاضنة والدتها ومش عايزاها تبعد عنها لو حتى ثانية واحدة، وخايفة ان هي تتكلم مع أي حد. وروناء قعدت كام يوم في المستشفى وبعد كده بتكمل علاجها في البيت. وطبعا اقوال خيري اللي انا بقولها لكم دلوقتي دي على لسان المحاميه بتاعه روناء، هي اللي قالت اقوال خيري واعلنت عنها على السوشيال ميديا. وبعد ما الشخص اللي اسمه خير اتعدى عليها وتسبب لها في نزيف من الخلف، يطلع بقى محامي للشخص اللي اسمه خير ويقول ان المتهم غير مدرك لافعاله لانه معاه شهاده معامله اطفال. يا سلام، مشاهده معامله اطفال لشخص قعد يترقب طفله لما دخلت الحمام، وبعد كده دخلها الحمام وتعدى عليها وقعد يهددها ويقول لها ما تعمليش صوت، وبعد كده لبس هدومه وظبط نفسه وطلع من الحمام، وفي الاخر محامي يقول اصل هو بيتعامل معامله اطفال. طفل ايه اللي هيفكر ويخطط بالطريقه دي؟ واصلا خيري اعترف وقال ان هو فعلا قاعد يتربص للبنت ويستناها لحد ما دخلت الحمام. انا بس نفسي اعرف حاجه، الشخص اللي اسمه خيري ده واحده عندها 8 سنين، ايه اللي اثرك فيها او ايه اللي يعجبك فيها او ايه المفاتن اللي موجوده فيها عشان كده مثلا انت قررت تعمل فيها كده؟ طبعا انا اتمنى باقصى عقوبه للشخص اللي اسمه خيري. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان في بعض الناس انا مش عارفه برضو هم طبيعيين دول ولا ايه، اللي طالعين كلهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا اصل والدتها اللي غلطانه، المفروض والدتها تحجبها،
اصل هي مش محجبه، الغلط على والدتها، المفروض تحجبها عشان ما يبانش لها اي حاجه يعني لشخص فيحاول يعمل معاها كده. ايه التبريرات دي تبريرات؟ يعني طفله عندها 8 سنين المفروض تتحجب؟ وفي اي دين وفي اي شرع يقول ان طفله في الشارع عندها 8 سنين المفروض تمشي محجبه؟ اصل الغلط على والدتها، ده في اي دين وفي اي شرع ده. حتى لو هي واحده كبيره ومش محجبه، كل واحد حر في تصرفاته، ربنا اللي هيحاسب. يعني اي واحده مش عاجبنا لبسها او مش عاجبنا ان هي مش محجبه يتعامل معاها كده عادي ويبقى الغلط عليها وعلى اهلها؟ اما الشخص اللي عمل كده فهو ملاك بريء. انا مش عارفه اقول ايه عن الناس اللي بيقولوا كده بصراحه، غير حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي اسمه خيري ده، ونتمنى له طبعا اقصى عقوبه. وكمان اقول لكم والد خيري طلع وقال ايه. والد خيري طلع وقال ان ابنه تعبان ومش مسؤول عن تصرفاته، وان ابنه ما عملش كده، ده ابنه كان داخل الحمام ففتح الباب وما كانش يعرف ان حد جوه. فاول ما فتح الباب البنت اتخضت فقعدت تصرخ، بس محدش لمسها ومحدش عمل فيها حاجه. فلما قعدت تصرخ شاورت على الشخص اللي فتح عليها الباب اللي هو خير ابنه يعني، فالناس مسكته طبعا وضربته من غير ما يعرفوا ايه اللي حصل. ده كلام والد خيري في البداية. فلما بقى المذيع قعد يواجهه بتقرير الطب الشرعي وباعترافات ابنه انه فعلا اعترف وقال ان هو عمل كده في روناء، قعد يقول ان هو بيتعامل معاملة اطفال وان ابنه تعبان ومش مسؤول عن تصرفاته. طالما ابنك تعبان ومش مسؤول عن تصرفاته احبسه جنبك. وابنك التعبان واللي مش مسؤول عن تصرفاته ده مخلف ولد عنده 15 سنة وبنت عندها 17 سنة. واصلا لما وكيل النيابه كان بيحقق مع خيري والمحامي بتاع خيري طلب ان هو ما يتحبسش تاني لانه هو شخص بيتعامل معامله اطفال ومش مسؤول عن تصرفاته، وكيل النيابه ساله وقال له هو النهارده يوم ايه؟ فجاوبه طب انت فعلا عملت كده عن قصد وكنت ناوي تعمل كده؟ جاوبه وقال له ايوه. وكمان سأله هو انت بتتعاطى حاجه او بتشرب حاجه او كنت شارب حاجه اليوم ده؟ فقال له لا، ان هو ما بيتعاطاش اي حاجه. وكمان الناس اللي موجودة كلها في السوق شهدوا ان هو بني ادم طبيعي جدا وبيبيع للناس كلها على الفرش بتاع والدته، ودايما موجود على الفرش بتاع والدته بيبيع الفاكهة اللي موجودة على الفرش، وبني ادم طبيعي، وكل اللي اتعامل معاه قال ان هو بني ادم طبيعي جدا. وطبعا محافظة الشرقية مشكورا خصص وحدة سكنية لأم محمد اللي هي أم روناء عشان تقعد فيها هي وولادها، وكمان خصص لها كشك علشان تقدر تبيع فيه وتجيب مصاريف عيالها يوميا. وفي الاخر ما نقدرش اقول حاجة غير حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا طبعا يشفي روناء. وطبعا مستنية اراكم في التعليقات تقولوا هو فعلا خيري ده شخص طبيعي ولا مش طبيعي. وفي النهاية طبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير في قناة كلام موزون.